شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن احوال وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الحلقات الملخص دي مفيده جدا بالنسبه لك. واكتب لي في الكومنتات لو انت محتاج اي حاجه جديده او اي حاجه احنا ما عملناهاش. باذن الله كل الافكار اللي بتجيلي بحاول ان انا اعملها. كمان اكتب لي في الكومنتات لو في نقد، انا ما عنديش مشكله، بس بجانب ان انت برضو كده ايه، لو في حاجه عجباك تقول لي ان هي عجباك. احنا بني ادمين برضو زي ما اتفقت معاك قبل كده، وبنحب التقدير. انا هوريك فيديو كده كواليس للسبوره اللي ورايا دي، انا كتبتها في 3 ساعات. انت متخيل؟ والله العظيم. طبعا فداكم، انا مش بمن عليكم والله، في كل مره بقول كده، بس برضو انا والله تعبت جدا فيها، وبيحزنني جدا استوت لايت ان انا اشوف فيديوهات سفيهه جدا ملاش اي لازمه. والمفروض ان انتوا اسرتي واخواتي وتقفوا جنبي وتقفوا جنب الناس اللي بتقدم علم بشكل مجاني عشان خاطر ننشر العلم، نخلي ولادنا يكبروا على حاجة نظيفة، على حاجة محترمة، يوصل لهم علم بدل ما يوصل لهم إسفاف وتخلف وكلام حقير ملوش أي لازمة. معلش كانت مقدمة، كلام بيبقى حاسس في نفسيتي كده، بس صدقني لو اتفرجت على الفيديو النهاردة هتستفيد كتير جدا جدا، يعني احنا قايلين فيه كمية أسرار من خبرتي الشخصية هتفرق معاك كتير وهتتبسط بيها جدا بإذن الله. هنتكلم على ايه النهارده؟ المفروض هنتكلم عن الروابط وعن حروف الجر. الروابط اللي هي موجود فيها 3 انواع، وانا مزود حاجات من عندي ومن الاتس فاي ومن الاينس ومن البي اينس كمان، يعني انا رابط لك رابطه حلوه كده ما بين كل ايه الحاجات اللي موجوده. كمان هشرح لك ادوات الاستفهام بالتفصيل. خلي بالك ان انت لو عايز مثلا صورة البورد كاملة، ممكن تكتب لي في كومنت رقم تليفونك وانا هبعت لك على الواتس باذن الله. عايز تبعت لي على الواتس مباشرة اهلا وسهلا، بس ابقى اكتب لنا كده كومنت رايك في الحلقة ايه ورايك في الشرح بتاعنا ايه. في حاجة كمان عايز اقولها لك، ان بقية الحلقة هتكون على الحروف الجر، بس احتمال تبقى الحلقة طويلة زيادة عن اللزوم زي ما عملنا في الجزء الاول، يعني حلقة 50-60 دقيقة، ده رقم كبير قوي على يوتيوب، فبنقسمها بحيث ان حضرتك ايه تبقى متابع كل حلقة على حدة، وعشان كمان اقدر اكتب في العنوان هي الحلقة بتتكلم على ايه. فيلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا، وان شاء الله تكون الحلقة مفيدة جدا وقوية جدا جدا. يلا بينا. نبدأ على طول عشان ما اطولش عليك الفيديو. لو حضرتك واخد بالك هتلاقي عندك في روابط صفرية، روابط قوية، ودي اسمها روابط مفترية. طبعا دي تسميتي الشخصية، يعني كلام انا اللي مألفه لتسهيل المعلومة على حضراتكم، بحيث ان هو ان شاء الله يبقى الدرس سهل خالص. انا مسميها مفترية ليه؟ عشان بتعمل نيبنزاتس، يعني بتودي الفعل في اخر الجملة. هنشوف كمان شوية الجملة بتاعتها. نبدأ بالروابط الصفرية. يلا بينا، يلا بسم الله كده. الروابط دي كانت موجودة في الاينس، ودي كمان كانت موجودة في الاينس او في اول درس في الاتس فاي بتاع اونكل مش عارف ايه استفروجت، ده اللي هو عمه اونكل فيلي استفروجت. لكن برضو في كل الاحوال انا مزود حاجات بحيث تبقى شايف الصورة كاملة زي ما احنا دايما بنتفق مع بعض. هنا هتلاقي الرابط اللي اسمه دين، هو اهم واحد، اللي معناه لأن، ابا معناه لكن، und معناه و، اودا معناه او، وزوندا معناه بينما. ده ما جاش ذكره خالص في الاينس ولا الاتس فاي، بس برضو احنا مزودين عشان خاطر تبقى ايه الدنيا كامله زي ما اتفقت معاك. دول 5 روابط صفريه. اول حاجه خالص، هو ممكن نستخدم ابا واند كحروف عطف، يعني داخل جمله واحده. ايوه ممكن نستخدمهم كعطف، مش لازم يربطوا جملتين، ممكن كده وممكن كده. تاني حاجة، هو يعني ايه كلمة صفرية؟ تعالى افهمك. بص على الجملة دي، انا كاتب ايش جي نيشت اوس، يعني انا مش هخرج. دين ايش بين كرانك، لاني مريض. تعال نمشي بشويش، هتلاقي الفيرب احنا متعودين ان هو بيجي رقم كام؟ برافو عليك، رقم 2. طب وايش جت رقم كام؟ برافو عليك، رقم 1. صفرية، انا كده فهمت، يعني جاية في بوزيسيون نول، في الموقع 0، يبقى هي وجودها زي عدمه. فاهم؟ يعني انا لو شلتها هتلاقي الجملة اسمها ايش بين كرانك.
لو حطيتها ايش بين كرانك دي ما اثرتش على شكل الفعل والفاعل زي ما حضرتك واخد بالك كده. هنا مكتوب علي است نيشت اوس اليكس. علي مش من اسكندريه، زوندان اوس كايرو. هنتكلم على زوندان شويه. هو مش من اسكندريه ولكنه او بينما هو من القاهره. ليه ما كتبتش ابا؟ عشان الجمله الاولى منفيه. طالما الجمله الاولى منفيه يبقى زوندان احسن. زوندان اللي هي معناها بينما، يعني مش ولكن، يعني لازم يكون في الاول نافي. زوندان الجمله اللي قبلها لازم تكون ايه؟ منفيه. بس استنى، هو فين الفعل والفاعل؟ زوندان او سكايرو. ليه ما كتبتش علي؟ ليه ما كتبتش ايست؟ عشان نفس الفاعل ونفس الفعل، يبقى مش لازم اكتبهم. يبقى لما تلاقيهم محذوفين، بص الرابط اهو، ركز معايا، ده الرابط. لما تلاقي الفعل والفاعل محذوفين يبقى انا عايز رابط صفري. فاهمني ولا ايه؟ اول لما تلاقي الفعل والفاعل محذوفين معنى كده ان هم يبقى انا عايز رابط صفري. طب ما تيجي نتكلم عليهم كده شويه بتفاصيل اكتر. الاستاذه دين بيجي بعديها جروند او سبب، لكن ابا بيعبر عن التعارض. هقول لك مثلا انا بدرس الماني لكن اخويا بيدرس ايطالي، يبقى في الحاله دي ايه اللي حصل؟ انا شخص وهو شخص، بدرس ماده وهو ماده تانية، في تعارض، احنا مش ماشيين مع بعض. طب لما اجي اقول لك مثلا الشقه دي كبيره بس مظلمه بس غاليه، يبقى ساعتها ايه اللي حصل؟ في عندي صفه ايجابيه وصفه سلبيه، في تعارض حصل كده. انت فاهمني؟ طب وبالنسبه لأوند، لا ده أوند بيعبر عن الاضافه، زي علامة زائد في الرياضيات، يبقى ساعتها أنا برضو زي أوسع دمها بالمناسبة بالإضافة، بس هنتكلم عليها كمان شوية. يبقى أوند بيعبر عن الإضافة، يبقى أنا باكل بيتزا وهشرب بيبسي مع بعض، أنا هاكل واشرب مع بعض، واخد بالك؟ في إضافة. هشتري، البياع بيقول لي أنت هتشتري القميص الأسود ولا الأبيض؟ قلت له بايده. ich kaufe das weiße Hemd und das schwarze Hemd. أنا هشتري القميص الأبيض والقميص الأسود. يبقى هنا في إضافة. استنى فاكر لما قلت لك الشقة كبيرة بس مظلمة؟ طب لو كبيرة ومنورة، صفتين إيجابيتين، يبقى ساعتها أقول die Wohnung ist groß und hell. يبقى الاثنين مع بعض صفتين إيجابيتين، يبقى ساعتها هقول und. وخلي بالك إنه نفس الفاعل. حد فاهم الحتة دي؟ هنا أنا قلت فاعلين ومفعولين مختلفين، لكن هنا نفس الفاعل وصفتين إيجابيتين، فالدنيا واضحة قوي. وده بيعبر عن الأوسفال أو الاختيار. يعني إيه؟ غالبا بنسبة 99% البياع دايما لما تدخل له هيسألك أنت عايز القميص ده ولا ده؟ أنت عايز جبنة بيضة ولا رومي؟ أنت عايز بيتزا بالفراخ ولا باللحمة؟ مفيش حد هيطلب نفس الحاجة مع بعض في نفس الوقت. أو مثلا عندي ضيف بقول له möchten Sie Tee oder Kaffee؟ في حد بياخد شاي وقهوة في نفس الكوباية؟ ازاي؟ لو في حد فيكم بيعمل كده يقول لي في التعليقات، والله انا ما شفتهاش قبل كده يعني. طيب ايه رايك لو انا بقول لك wir gehen heute Abend ins Kino oder ins Theater؟ يا اما هنروح السينما يا اما هنروح المسرح، لكن ما ينفعش نروح المكانين في نفس الوقت. يبقى انا كده فهمت ايه القصه بتاعت اودا، ان هي بتعبر عن الاختيار. طب وبالنسبه لزوندرن، هي شبه ابا قوي، بس زي ما اتفقت معاك من شويه ان اللي قبليها منفي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عرفت معنى كل واحد، عرفت نوعهم ان هو رابط صفريه، عرفت يعني ايه كلمه صفريه، ان بيجي بعديها فعل وفاعل عادي او محذوفين. عمرك ما هتلاقيهم محذوفين ولا هنا ولا هنا، يبقى اول لما تشوفهم محذوفين يبقى رابط صفريه على طول. حلو. النوع الثاني الروابط القوية. ها جاهز؟ يلا بينا. قول بسم الله، صلي على النبي، ركز معايا، هات ورقة وقلم، خد سكرين شوت، اسألني على، انا واخد سكرين شوت للسبورة او واخد صورة للسبورة كأنها سكان، عندي السبورة كاملة او البورد كاملة، اسألني وانا ابعتها لك على الواتس بتاعك بإذن الله كاملة، وان شاء الله يا رب يكون علمي وانتفع بيه، ويا رب يكون خالصا لوجهه الكريم، وتكون كل المعلومات والأسرار دي في ميزان حسناتي أنا وإنت بإذن الله تعالى، وبإذن الله نتقابل مع بعض كده في الجنة على خير إن شاء الله، وفي الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ويا رب يكون كل اللي بنعمله ده إيه لوجه الله تعالى. النوع الثاني يا سيدي، النوع الثاني اسمه الروابط القوية. يعني إيه قوية؟
صفرية. يعني ايه برضو؟ يعني ليها مكان في الجملة. عندي مثال اهو قبل ما اقول لك معناهم. المثال بيقول ايش بين كرانك. ايه ده ده نفس المثال ده، ايش بين كرانك. بس راح هناك. عارف في الانجليش سو بيكوز، هو ده. يبقى ايش بين كرانك، انا مريض. deshalb اهو، deshalb لذلك. ايه اللي حصل؟ الفيرب جه رقم 2، ايش جت رقم 3. deshalb اخذت الموقع 1، مش نل، مش زيرو، مش صفر. يبقى ساعتها deshalb ليها موقع في الجملة، ليها تأثير على شكل الجملة، ودت ايش رقم 3 كده. انت فاهم؟ وبناء عليه يبقى اذا deshalb من الروابط القوية زي ال8 دول اللي هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل. اول لما تلاقي الفعل والفاعل معكوسين بالمنظر ده، يبقى انا عايز رابط قوي مش صفري ومش مفتري. تعال نكمل كلامنا. اوصى معناه بالاضافه لذلك، نفس und بالظبط، ولكنها شكل الجمله اللي بعدها مختلف. هنا هقول und Hose على طول، لكن هنا هقول und kauf ايش كذا كذا. فاهم؟ اوصى قصدي اوصى kauf ايش كذا كذا. زي مثلا انا الطبيب قال لي خد دواء، وبالاضافه لذلك اتناول مثلا شاي بعسل، او مثلا اتناول أو امارس رياضه او حاجه شبه كده. trotzdem معناها على الرغم من ذلك. اقول لك الجو برد جدا وعلى الرغم من ذلك انا لازم انزل واروح الشغل. انا عيان جدا وعلى الرغم من ذلك انا لعبت كوره امبارح مثلا يعني، او لعيب الكوره كان عيان وعلى الرغم من كده لعب كويس. deshalb معناه لذلك، هي عكس عكسها في المعنى وفي شكل الجمل، السبب والنتيجة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. zuerst بقى، تعال نعمل الدورية الحلوة دي. zuerst بقى معناها أولا، ثم dann danach بعد ذلك، später يعني مؤخرا أو لاحقا أو بعدين، وام ende يعني في النهاية. من اول السؤال لحد الاخر ال5 دول بستخدمهم وانا بكتب موضوع تعبير فيه ترتيب احداث. يبقى انا اول لما اشوف حاجه من دول ايه اللي هيحصل ارتبهم ورا بعض، اقول الحدث الاول كذا، الحدث اللي بعده كذا، اللي بعده كذا، في النهايه حصل كذا كذا. كده انت فهمت القصه دي؟ طيب عندي ليك ملحوظه ب1,000,000 جنيه. اوعى تسرح خالص، ركز. عايزك تفنجل عينيك قد كده وتطرطق ودانك قد كده عشان خاطر تركز معايا، الله يخليك. ايه الموضوع؟ بص بقى بالله عليك ركز معايا. اي ظرف زمان او مكان بينطبق عليه نفس القاعده. فهمت الحته دي؟ ده اللي غريب. يعني ايه رابط موجود ومش موجود؟ يعني ايه؟ اشرحها لي. يعني ايه هو موجود وفي نفس الوقت مكانه صفر؟ ده اللي عجيب قوي، لكن ده الاصل. كلمة بكرة، النهاردة، يوم الجمعة، الساعة 5 في شهر يناير، كلمة دائما، احيانا، اي حاجة من الحاجات دي بتمشي بنفس الطريقة. بيبقى الفعل والفاعل معكوسين كده، ايش بتيجي رقم 3 او اي زوبيكت بيجي رقم 3 والفيرب بيفضل رقم 2. طب لما اجي اتكلم على ظرف المكان نفس الكلام، اي ظرف مكان بيمشي بنفس الطريقة. يبقى ده اكبر كم ممكن من ايه الكلمات بتمشي بنفس الطريقة في اللغة الألمانية. حلو كده؟ يلا بينا على النوع الثالث. يلا بينا صلي على النبي، ظهرك ورا. عندي النوع الثالث يا سيدي اسمه الروابط المفترية. ايه قصة مفترية دي؟ ليه بتقول عليها كده؟ انا بقول عليها كده عشان خاطر هي روابط بتعمل حاجة غريبة قوي، اسمها بتودي الفعل في اخر الجملة. في هنا امثلة. هنقفل دلوقتي، ناخد فاصل صغير عشان اجيب لك الكاميرا تبقى عامله فوكس على الموضوع دوت، وتبقى ظاهر الامثله بتاعتها بكل التفاصيل اللي في الاخر، ونشرح رابط منهم معناه ايه بتفاصيله بامثله عليه بكل حاجه. يلا بينا. بعد الفاصل، وتعالى نبص مع بعض على الروابط المفترية اللي هي لو حد بيدرس ألماني وماشي معانا بالترتيب لحد دلوقتي هيعرف ان دي أول مرة في حياته يشوف الفيرب متصرف في آخر الجملة. ايه ده؟ الفيرب متصرف في آخر الجملة؟ أنا أول مرة أشوفها دي.
قدام هتشوفها كتير. انا سميتها مفترية عشان كده، لكن هي طبعا ما اسمهاش كده، هي مجرد بتعمل نيبن زاتس وخلاص على كده، جملة جانبية مش جملة هاوبت او جملة اصلية او اساسية. عندي رابط اسمه فايل. قول لي كده يعني ايه فايل؟ فايل معناه لأن. طب ما هو زيه زي دين اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية في النص الاول في الحلقة. لا، هو نفس المعنى ورابط برضو لكن الفيرب جاي معاه في الاخر زي ما حضرتك شايف. شوف اهو، يبقى ايش جي نيشت اوس، نفس المثال. فايل ايش كرانك بين، لاني مريض. وانت بتتكلم في الانترفيوهات او مع الالمان، هم بيفضلوا يسمعوا كلمة فايل اكتر من كلمة دين. يعني لو قلت دين غلط، لا طبعا، بس فايل معناه ان انت محترف اكتر، بتعرف تودي الفيرب في الاخر. طب بالنسبة لفين يا سيدي معناها عندما، بتعبر عن حاجة حصلت اكتر من مرة، اتكررت اكتر من مرة. يعني مثلا ich nehme ein Taxi wenn ich zur Schule gehe. انا باخد تاكسي لما بروح المدرسة. دي مش حاجة بتحصل مرة واحدة، أنا أكيد بروح المدرسة أكتر من مرة، ده في الأسبوع الواحد أكتر من مرة. وبناء عليه حاجة بتحصل في المضارع أو في الأمنية. يا سلام لو معايا فلوس كتير، كان زمان اشتريت فيلا. واخد بالك، أنا بتكلم على أمنية أو حلم. يبقى ساعتها ايش نيمي اين تاكسي فين ده الرابط، عندي هنا قبليه الكوما اهي، لازم يكون في كوما. ايش شغل جه لما بروح المدرسه او عندما بروح المدرسه. جه في الاخر خالص ومتصرف مع ايش. خلي بالك، روابط مفتريه. امال ألس معناه عندما. ايه ده برضو؟ ايه الفرق ما بين عندما وعندما؟ ألس بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي ومرة واحدة بس. سمعتني؟ حاجة حصلت في الماضي ومرة واحدة بس، حاجة غير متكررة. يعني مثلا ألس إيش كيند فار، لما كنت طفل. فار إيش ديك، زي المثال اللي قلت لك ساعتها، أنا كنت تخين. طبعا برضو مش أنا هقول لك نفس الكلام، أنا طول عمري رشيق، معلش يعني، عشان خاطر إيه الكلام ده مهم بالنسبة لي، عشان أنا بحاول أخس بقالي 9 سنين ومش عارف. يبقى مرة كمان، أنا لما كنت طفل فا إيش ديك، أنا كنت إيه؟ تخين سمين. لو أخدت بالك إيه اللي حصل؟ ألس هنا جه في الأول خالص. إيه ده؟ رابط بيربط جملتين يجي في الأول خالص. يربطوا إزاي؟ عندما كنت طفل. يا ابن الإيه؟ دي الرابط دي مفترية فعلا. ده بص، لما جت في الأول خالص ودت الفيرب في الآخر زي ما احنا متعودين أهو، الدورية اهي والكوما اهي. بس في الجملة الثانية جابت الفعل في الأول خالص، في أول الجملة الثانية. ساعة لما قلت لك في الحلقة الأصلية إيه؟ هتلاقي فعلين وفي النص كوما اهي، ده المنظر بتاعها. تاني نقول تاني، الروابط المفترية لما بتيجي في النص بتأثر على الجملة اللي بعدها بس. الروابط المفترية لما بتيجي في الأول بتأثر على كل اللي بعدها. الفعل اللي في جملتها يجي في الآخر، الفعل اللي في الجملة الثانية يجي في الأول، بيبقى فعلين في النص كوم. تمام كده؟ هات اللي بعده. في عندي رابط اسمه داس، ده أكبر واحد، معناه أن. إيه القصة بتاعته؟ تعال نشوف جملة وأفهمك قصته، بعد كده ننزل على اللي بعده. داس اللي معناه أن. إيش فايس، أنا عارف. داس الرابط أهو. برلين دي Hauptstadt von Deutschland ist، أنا عارف إن برلين هي عاصمة ألمانيا. إيست جت في الآخر متصرفة مع برلين. حلو كده، فاهم؟ طب هي دي بتعبر عن جملة إيه؟ أنا عارف، أنا بقرر، أنا ألاحظ. طب معلش، هعرف داس منين؟ أيوة، ما أنا كاتبها لك هنا لأنها بصراحة مهمة قوي. الجملة الأولى بتاعت داس فيها ثوابت. ده الأخ منشن كان حاططها في درس لوحده، مش عارف درس 16 ولا درس كام، نسيت الأرقام يعني. لكن منشن كان حاططها في درس لوحده من كتر ما هي كبيرة. وانا طبعا لا اتفق مع منشن خالص في تقسيم الدروس بتاعت الجراماتيك، وانا قلت الكلام ده في اول فيديو على القناه. انزل كده شوف اول فيديو على القناه لما كنت بعرفكم على نفسي وكنت بقول لك انا هعمل ايه في كتاب منشن. انا عارف ان عدى 2 سنين من ساعتها، بس في كل الاحوال يعني ايه، اتمنى يكون الموضوع يعني كنت ضيف لطيف وخفيف على قلوبكم، مش تقيل يعني، ربنا يستر. يبقوا قولوا لي في الكومنتات والنبي، عشان انا بحب التعليقات بتاعتكم والله. طبعا اي تعليق وحش هشيله يعني، انتوا عارفين، ما علينا، انا بهزر معاكم.
يبقى انا وصلت ان das ليها جمل خاصه. بص يا سيدي، es ist اي صفه، es ist bekannt انه لمن المعروف das، es ist klar انه لمن الجيد او الواضح das، es ist gut جيد، toll رائع، es ist schade يعني يا خساره، او es ist sicher يعني انه لمن المؤكد das كذا كذا كذا. يعني انا بحط das والفيرب بيجي في الاخر خالص. يبقى اول لما تشوف es ist صفه او ich finde صفه، ich finde es، ich finde es اي صفه حط على طول das من غير ما تفكر. وفي افعال زي مثلا wissen انا عارف، sagen انا بقول، denken انا اعتقد، meinen انا اقصد، merken انا ملاحظ، glauben اعتقد. يبقى في الحالات دي كلها اقول ايه؟ das. طب هنا في جمل ثوابت زي مثلا es steht in der Zeitung، مكتوب في الجورنال او يوجد. es tut mir leid يؤسفني dass ich nicht kommen kannst، dass ich nicht kommen kann يعني يؤسفني ان انا مش قادر اجي. es freut mich dass du kommen kannst، يسعدني ان انت تقدر تيجي. ich habe gehört انا سمعت ان فلان عيان. يبقى das meiner Meinung nach رأيي ان احنا مثلا نعمل كذا كذا. في الحلقة كنت بقول ايه؟ ان احنا نروح اسكندرية بالعربيات بدل القطر مثلا. am besten افضل شيء das ان احنا نعمل كذا كذا كذا. يبقى الجمل دي كلها جمل خاصة بمين؟ صح، ما انا مغششك فوق اهو، خاصة بدس. طب فين يا هير الجمل اللي خاصة بأوب او بالانديركت فراجة؟ ان في دول بس، مش واضح، مش معروف، انا ما اعرفش، ان انا لسه بتساءل، نفسي اعرف. يبقى في الحالة دي اول لما تلاقي دول منفيين يبقى انا هسأل. الألمان ولاد قواريب برضه، حلوة الحتة دي عندهم قوي. لو أنا عارف أقول das، لو مش عارف هسأل. طب والسؤال مش بينقسم جزئين؟ في سؤال بأداة استفهام وفي سؤال بهل. تعال نمشي وهقول لك على حتة فنية بنت جنية هتعجبك جدا. بص هنا ich weiß nicht ob علي أو أسيوط ist. أنا مش عارف علي جاي من أسيوط ولا لأ، إذا كان ولا لأ. أنا مترجمها لك ما إذا كان، أنا بحب الترجمة دي، يعني إذا كان ولا لأ. تعال نرجع بالذاكرة للسؤال أصلا كان اسمه إيه؟ كان اسمه ist علي أو أسيوط. هي ist لما تكون في الأول خالص، تعال نكتبها بشكل مجازي كده. است علي أو أسيوط، ونخبي دي ونخبي الجملة اللي فوق كلها. يلا، هل علي من أسيوط؟ إيه ده؟ فين هل؟ هو الفيرب وهو في الأول بيبقى معناه هل. ده كلام قديم قوي يا جدع، ده من الدرس الأول خالص في الآينس. استنى، يعني الفيرب معناه هل ومعناه يكون في نفس الوقت؟ أيوه، السؤال بهل في الألماني سؤال سهل وظريف ولطيف، بس الألمان وقعوا في مطب لما جم يعملوا الجملة الجانبية زي ما انت شايف، إذا كان ولا لأ. يعني كان المفروض أحط هنا كلمة هل، بس احنا ما عندناش كلمة اسمها هل. حد فاهم؟ في العربي هكتب هنا هل علي من أسيوط، ده لو عربي. في الألماني ما عنديش أداة استفهام اسمها هل، لأن الفيرب راح في الآخر، فدلوقتي ما بقاش معناه هل، بقى معناه يكون بس، طالما الفيرب جه في الآخر متصرف. فأوب بتحل محل كلمة هل. كده انت فهمتها؟ فهمت انا قصدي ايه منها؟ يبقى انت لو عايز تربط سؤال بهل اربط بأوب، اذا كان ولا لا. طب لو عايز اربط سؤال بأداة استفهام، عيب عليك برضو ما تروحش مني دي. جبت لك ادوات استفهام الاينس والاتسفاي، لان في ناس اشتكوا لنا كتير ان في الاينس احنا ما كناش حاطين ادوات الاستفهام ولا حروف الجر. دي كده ادوات الاستفهام كلها بتاعه الاينس والاتسفاي وحاجات من البي اينس كمان. يلا يا عم، اي خدمه. انا عارف ان الكاميرا هنا فيها عيب، مزغلله سنه كده، بس معلش كبر الشاشه شويه او شوف الفيديو على لابتوب او مثلا على بي سي، او عرض الشاشه بتاعه الموبايل، هتلاقي الموضوع بقى واضح ان شاء الله. يبقى وكمان اسألني على الصورة بتاعت السبورة ديت، انا مصورها صورة واضحة جدا وحلوة جدا، ابعتها لك على الواتساب مثلا. شوف الرقم بتاع الواتساب تحت في الديسكريبشن وانا ابعتها لك على طول بإذن الله. عناية ليكم ان شاء الله. طيب يبقى ادوات الاستفهام عشان ما نتوهش بس هنسيبها على جنب لحظة، نرجع نبص هنا. احنا بنتكلم على مين؟ على الروابط المفترية، النوع الكام؟ الثالث. واحنا عندنا كام نوع من الروابط اصلا؟ هم 3.
ضعيفة وقوية ومفترية. المفترية احنا قلنا فايل فهمناها، وفين تمام، والس 100 100، وداس عرفناها، وأوب والانديركت فراجة كل ده تمام التمام. طب قول لي زي الدم معناها ايه؟ معناها بالبلدي كده من ساعة ما فلان عزل وانا مش عارف اشوفه. فاهم الفكرة دي؟ وبيس معناها حتى. ايه ده، مش ده حرف جر؟ وبيجي مع التحيات اللي معناها الى اللقاء ومش عارف ايه، سي يو سون، بيس بالد والحاجات دي. ايوه، ولكن ممكن يستخدم كرابط مفتري. كنت بقول لك كده قبل الفاصل، بس برضه حصل نفس الموقف بتاع الفيديو الاولاني، ان حصل الاذان كان بيأذن، فطبعا الصوت كان صعب قوي كان هيطلع، فعشان كده وقفنا وايه رجعنا تاني، رجعنا لكم بعد الفاصل يعني. طيب بص يا سيدي، تعالى كده نبص على الامثله اللي مكتوبه هنا، ولا لا اقف هنا احسن عشان خاطر ايه تبقى الدنيا واضحه. احنا وصلنا لحد المثال دوت. تعال نبص على المثال ده. انا كاتب ايش فراجي مال was علي فون بيروف است. انا بتساءل هو علي شغال ايه وظيفته. برضو الفيرب جه في الاخر هنا زي ما اتفقنا، واداه الاستفهام هنا فاس اللي هي معناها ماذا. وخلي بالك ان هو هنا عمل سؤال غير مباشر، عشان كده اسمه انديركت فراجه، سؤال غير مباشر. يعني السؤال ده لا يتطلب اجابه. انا بكلمك بقول لك انا ما اعرفش علي ساكن فين، انا ما قلتلكش هو علي ساكن فين. فاهم اللقطه دي ولا ايه؟ طيب في حاجه كمان، انا هنا ما عنديش علامه استفهام عشان سؤال غير مباشر. في حاجة كمان، الفيرب جاي في الآخر ما جاش رقم 2، عشان كده هو سؤال غير مباشر. يبقى أدوات الاستفهام اللي احنا هنشرحها هنا دي كلها يا سيدي تنفع تستخدم كروابط في مفترية، النوع المفتري. اللي بعد كده زي الدم زي فايت فونت، من ساعة لما هي سكنت بعيد فار ايش ميديم اوت وتسوقيها. ده المثال اللي كان جوه كتاب منشأ. من ساعة لما هي سكنت بعيد بروح لها بالعربية. قبل كده كنت بروح تسوفوس مثلا على رجليا، لكن دلوقتي انا بروح بالعربية عشان هي بقت بعيدة عني. لو اخدت بالك برضه هو اثر على الجملتين. انا عندي هنا الفعل في اخر الجملة وكوما، وبعد كده عندي الفعل في اول الجملة. كده انت فاهم القصة، فعلين وفي النص كوما زي ما اتفقنا في الحتة بتاعت ألس. تعال نبص على اخر جمله، ايش ميتي اين اوتو، انا باجر عربيه، يعني كل يوم بدفع ايجار مثلا مبلغ معين. بيس ايش اينس هاب، لحد ما يبقى عندي واحده. طبعا ما تنساش ان كلمه اينس انا ما رضيتش اكتب اين اوتو. اينس معناها رقم واحد، انا قصدي الاس دي عايده على كلمه اداتها داس لحد ما يبقى عندي واحده. يعني لو كلمه اداتها دير هتبقى اينس؟ لا. ولا لو دي تبقى ايني، ولو دير يبقى اينر او اينن على حسب موقعه في الجمله. يبقى انت كده فهمت القصه دي. يبقى انا باجر عربيه لحد او حتى امتلك واحده. برضو الفيرب جه في الاخر لان هو من الروابط المفتريه. الاستاذ بيس الامور اللي قدام حضرتك ده. ادي كده كل حاجه. طبعا ناقص لنا مين؟ الاستاذ ده، لان الاستاذ ده مش مجرد كلمه. شفت ادوات الاستفهام اللي عندنا قد ايه؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 واحدة. دول يعتبروا 24 رابط. يعني انت حضرتك لو حفظتهم، انا بحب الحاجات دي، لو حفظتهم يبقى كأنك عملت ايه؟ ضربت عصفورين بحجر. مني حفظتهم كأدوات استفهام، اقدر احل اي قطعة، اي محادثة، اي رسالة، واقدر كمان، وطبعا ممكن يجوا في الجرامر، واقدر كمان احل بيهم الروابط المفترية. كده انت فهمتني؟ بص يا سيدي سريعا جدا، خلاص ناقص دقيقتين ونخلص باذن الله، ونتنقل على الجزء اللي بعديه بتاع حروف الجر الزمنيه والمكانيه بتاعه الاينس وبتاعه الاتسفاي والمتغيره. واي حرف جر جه قدامنا في الاينس والاتسفاي هتلاقيه موجود معانا ان شاء الله في الحلقه. احتمال كبير نعمل له حلقه منفصله عشان نضم حاجه الاينس والاتسفاي مع بعض. هتلاقي هنا موجود فو معناه اين، برد عليه بحروف جر كتير اللي هي معناها في. هيتم ذكرها في حلقة حروف الجر وهتعجبك جدا جدا جدا، اوعدك من قلبي. فو هي معناها من اين، وفوهين معناها الى اين. فيا وفين وفيم معناها من واحدة نوميناتيف اكوزاتيف داتيف حسب المؤثر وحسب في فاعل ولا مفيش. فاس معناها ماذا لغير العاقل. فان
معناها متى، واrum معناها لماذا، وفيلش معناها أي، أنهي، بحط لها نهاية الاسم اللي بعدها. اتكلمنا عليها بالتفصيل في الملخص 1، ارجع بص عليه، الملخص 1 في الأتسفاي، لأن احنا كده بقى عندنا 2 الملخص 1. في ليها معنيين، كيف وما، خلي بالك. هنا هلاقي في ألت، كل دول في، بص، في ألت كم العمر، في لانج ما طول أشياء، في لانجي كم المدة، بيجي مع فعل بلايبن ودورن. في فيل معناها كم ايه، في فيل أور كم الساعة، في فيل جراد كم درجة الحرارة، في فيل كوستن كم التكلفة أو السعر، في فيل بتسالن زي كم الإيجار أو أي حاجة بتدفع، في فيل بيكومن زي كم المرتب، في فيل فرشبيتونج كم مدة التأخير بتاعت القطر أو الطيارة، لأن هو ليهم مواعيد هناك طبعا. ممكن كمان أقول في فيل رايس كم وزن الرز. وأخطر حاجة إيبفل، إيبفل معناها إيه؟ تفاح. ممكن تيجي مع في فيل وفي فيل إيه ده؟ هو مش التفاح بالكيلو؟ ده عندنا في مصر، معرفش بصراحة في الدول العربية إيه نظام، لكن في ألمانيا بيجيبوا الفاكهة بالوحدة، التفاح والموز والحاجات دي، لأن الفاكهة هناك غالية وفقا ليهم يعني. فممكن تلاقي الموزة بيورو مثلا ولا حاجة. يورو ده يعني عندنا احنا في مصر 20 جنيه، 20 جنيه عندنا في مصر يجيب 2 كيلو موز. انت فهمت الفرق؟ يعني بناء عليه فالفاكهة هناك بيشتروها بالوحدة، عندنا في مصر بنشتريها بالكيلو. فالفاكهة ينفع تبقى هنا وهنا، فوق هتبقى الإجابة بالكيلو، تحت هتبقى الإجابة بالوحدة. لكن في فيلة طبعا المعنى الأصلي بتاعها كم عدد الأطفال، الغرف أو حاجات شبه كده، أو أيام الأجازة. في فيلة تاجي أورلاو. في كروس معناه مطول برضو بس أشخاص، في كروس إست هي محمود. في تيف معناها ما عمق، شبه كلمة اسمها ايه في الانجليزي؟ عميق، ديب ووتر. في تيف معناها ما عمق، شبه كلمة ديب في الانجليزي. طبعا بالالماني كلمة ديب معناها حرامي، اللي هي شبه كلمة ثيف في الانجليزي. واخد بالك؟ هو في متشابهات كده، كنا عملنا لها حلقة مرة وهنعمل لها جزء تاني بإذن الله. في هوخ معناها ما ارتفاع مع الحرارة والمباني. في شبيت معناها كام الساعة وبتساوي في فيل أوة، دي مش مكتوبة هناك. في فايت معناها كام المسافة. وفي اوفت طبعا كام المسافة، ممكن الاقي في اخر السؤال كلمة entfernt. في اوفت معناها كم مرة، برد بأين مال وتسباي مال والحاجات دي. وفي شفيا معناها ما وزن. الله، مش دي كان معناها ما وزن او كم وزن؟ بس دي بتيجي غالبا مع الحاجات الاوزانها تقيلة، ممكن وزن بني ادم، او ممكن يبقى مش اوزان فواكه وخضار وحاجات شبه كده. ادي كده يا سيدي كل التفاصيل بتاعه الروابط المفتريه. ده كده الجزء ده كان كبير قوي، عشان خاطر الروابط المفتريه بصراحه مليانه يعني وحملها كبير.